السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير، إن شاء الله تكونوا طيبين، أموركم طيبة بإذن الله. قصة جديدة وإن شاء الله تنال إعجابكم. قصة حقيقية وواقعية. هذا كان في واحد رايح للحج هو وزوجته حامل في الشهور الأخيرة. هذا الكلام زمان جدا، يعني قديم جدا. فهو مر في الطريق، وصل الطائف، فزوجته تعبت، أجاها يعني آثار الطلق والولادة. فشافوا أقرب بيت، دقوا عليه، قالوا لصاحب البيت لو سمحت نشتري فزعة منك، سلامات، ايش في ما في؟ قال عندي زوجتي حامل وبات ولد. تكلموا المولدة، أرسلوا واحد يتصل على المولد اللي تولد، أجت ولدت الحرمة. فالحرمة تعسرت أثناء الولادة وتوفت المرأة، لكن الطفل خرج سليم. جابت بنت. فبعد شوي كان جالسوا في المجلس، جاهم خبر انه الحرمة ولدت وتوفت وتعسرت في الولادة والبنت موجودة. فحمد الله وشكره، أخذوا الحرمة وغسلوها وكفنوها ودفنوا. فصاحب البيت يقول لصاحب الرياض اللي جاء يحج: خلاص أنت تروح تسوي حج وخلص، إذا خلصت تعال خذ بنتك. قال له تمام، خير ما قلت. أخذ نفسه وراح يحج. خلص الحج، رجع، وصل عند الرجال، يكلمه ويقول له والله بنتك بعد ما سافرت ب3-4 أيام توفت ودفناها. ايش الخبر، ايش العلم؟ قال له هذا العلم، ما في غيره يا ابن الحلال. قال له توفت والله أعلم. وكل الله وأخذ نفسه ومشي، رجع الرياض. دارت الأيام، دارت الأحداث. بعد 55 سنة، بعد 55 سنة، هذا الشايب، الرجل اللي كان يحج، صاحب الرياض، معه ولده توظف بالعسكرية، عسكري. كان هذا الولد معه صاحبه، يعني في نفس الدورة العسكرية، وصاحب الروح بالروح، أخوان. المهم يروحوا ويجلسوا السكن مع بعض. توظفوا وين؟ توظفوا في الشرقية، الدمام.